مشاهدينا الأفاضل، طابت أوقاتكم من نشرة أخبار الفضائية الإريترية لهذه الفترة يصحبكم فيها محمود عبد الله بكفاح، والتي نستهلها بأهم وأبرز العناوين. مستشفى أوروتا الوطني يجري عمليات القلب للأطفال. انعقاد منتدى تعليمي في مديرية جلب. ازدياد الحوادث المرورية في البلاد. إيران تعلن مقتل جنديين في هجوم إسرائيلي على أراضيها. صندوق النقد يحذر من خطر تراجع النمو العالمي والدفاع الديني. وزارة الدفاع الباكستانية تعلن مقتل 10 جنود في هجوم التفاعل في حركة طالبان. مرحبا بكم من العناوين إلى التفاصيل. تجرى في مركز عمليات القلب بمستشفى أوروتا الوطني عمليات القلب للأطفال بالتعاون بين الأطباء الإريتريين والأخصائيين الإيطاليين ومؤسسة ميد أكشن بابيني الإيطالية من 23 وحتى 31 من الشهر الجاري. وقد تمكن الأطفال القادمون من كل أنحاء البلاد من تلقي هذه الرعاية الطبية بعد الفحوصات التي أجريت لهم ليتم تحديد وضعهم الصحي ونوع العملية التي يحتاج إليها كل طفل منهم حسب خطورة وأولويات حالاتهم. وأفاد المدير التنفيذي لمستشفى أوروتا السيد تولي يوهانس أن مركز عمليات القلب للصغار يجري عمليات القلب للأطفال سنويا منذ تأسيسه قبل 20 عاما. وأضاف أنه أجريت عمليات قلب ل 79 طفل من قبل 8 أخصائيين ألمانيين في الفترة من 22 من سبتمبر المنصرم وحتى 5 من أكتوبر الجاري. كما أجريت عمليات ل 24 طفل من قبل 21 أخصائي إيطالي من 6 وحتى 19 من الشهر الجاري. وأوضح أنه تمكن 3 أطباء إريتريين بإجراء عمليات للأطفال ولأول مرة كجراحين أساسيين، مما يدل ذلك على الاستفادة من الإمكانيات الوطنية وتلقي الخبرات بالمشاركة الدائمة وحضور العمليات والمساهمة فيها لتبادل الخبرات. وأفاد الدكتور بياني أبرهة أن العمليات التي تم إجراؤها هي عمليات معقدة وبمستويات حساسة، وقد أجريت عمليات ل9 أطفال فقط خلال ال4 أيام الماضية. وأوضح منسقو مجموعة أطباء ميد أكشن بابين الإيطالية السيد آلم داموز والسيد سيلفيو ليوني أن 6 عمليات من أصل 9 التي أجريت قام بإجرائها الأطباء الإريتريين. كما أكدوا على قيام المجموعة باعتماد إجراء العمليات بواسطة الأخصائيين الإريتريين في المستقبل. وأفادت الأنباء الواردة تواصل العمليات الجراحية الأخرى لمن يحتاجون إليها بالتنسيق مع الجهات المعنية، حيث سيجري 10 أطباء دنماركيين العمليات الباطنية من 4 وحتى 15 من نوفمبر. أما العمليات الوريدية فسيجريها 8 أخصائيين ألمانيين في الفترة من 13 وحتى 23 من نوفمبر القادم. كما سيجري 11 أخصائي استرالي جراحة المسالك البولية من 28 وحتى 6 من ديسمبر القادم. تم عقد منتدى تعليمي في مديرية جلب يوم 24 من أكتوبر تحت شعار تحقيق جودة التعليم مسؤولية المجتمع. هدف المنتدى إلى تحديد الأسباب الرئيسية لانخفاض المشاركة في التعليم قبل النظامي وانخفاض مشاركة الإناث وظاهرة مقاطعة الدراسة وتراجع الجودة التعليمية وإدخال آليات ووسائل لتحسينها. وقال مدير المؤسسات التعليمية في المديرية الأستاذ محمد أحمد أن المنتدى سيأخذنا خطوة إلى الأمام، مؤكدا على العمل لسد الثغرات وتنظيم دورات تدريبية للمعلمين ونشر مخرجات المنتدى إلى الشعب. وقال مدير مديرية جلب السيد عثمان آدم أن القصور لا يمكن الاستهانة به ويجب اتخاذ الخطوات اللازمة لمعالجته من خلال التنسيق مع المدارس والشركاء. ودعا المدير العام لقسم الخدمات الاجتماعية في إقليم عنسبة العقيد تسفازيو جرماي في ختام المنتدى دعا إلى زيادة دور ومساهمة جميع الأطراف، لأن مهمة تحسين جودة التعليم لا يمكن تركها لوزارة التعليم فقط. وأصدر المنتدى تعليمات وقوانين للسنوات ال5 القادمة والتشديد على ضرورة وجود روضتي أطفال في كل إدارة ضاحية على الأقل وتحسين أساليب التدريس في المدارس الابتدائية وتوفير التدريب للمعلمين. نظمت وزارة الزراعة دورة تدريبية حول إعداد الأسمدة الطبيعية والمبيدات الحشرية للمهنيين العاملين في إقليم جنوب البحر الأحمر بهدف تحقيق شعار ضمان الغذاء المتكامل في كل مكان للجميع. وتضمن التدريب العملي والنظري لمدة 10 أيام تحضير الأسمدة والمبيدات الطبيعية وفوائدها والتطرق للأسمدة والمبيدات الكيميائية وأضرارها على صحة الإنسان والحيوان والبيئة.
وقال مسؤول فرع تنمية النباتات السيد محمد عبد الرحمن ومسؤول فرع تنمية الإنتاج السيد يوسف تولي أن الهدف من الدورة هو زيادة وعي الخبراء وإعداد الأسمدة والمبيدات الطبيعية باستخدام المواد الخام المتوفرة عن قرب. أفادت الشرطة بأن عدد الحوادث المرورية في الأشهر التسع الماضية ازداد بنسبة 7% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وأوضح قائد شرطة المرور المقدم محاري نيغوسيل وكالة إيرينا بأن 3061 حادث مروري وقع في جميع أنحاء البلاد في الفترة من يناير إلى سبتمبر من هذا العام، مما أسفر عن مقتل 114 شخصا وإصابة 1531 بجروح وإحداث أضرار في الممتلكات تزيد قيمتها عن 31 مليون نقفة، مشيرا إلى زيادة عدد الوفيات بنسبة 8.5%، فيما انخفضت الأضرار في الممتلكات بنسبة 10.5%. وقال أن الأسباب الرئيسية للحوادث تشمل عدم منح الأولوية للمارة والمحافظة على خط السير وفارق المسافة والقيادة الخطيرة، مضيفا أن حوالي 97% من الحوادث ارتكبها رجال تتراوح أعمارهم بين 29 و 59 عاما. وأشار إلى انتهاك أكثر من 107,685 مركبة مخالفات مرورية وغرمت كلها بأكثر من 20 مليون نقفة. وذكر المقدم محار السائقين بضرورة مراقبة جودة مركباتهم بشكل دوري والامتناع عن القش عن طريق استعارة أشياء أثناء الفحص السنوي للمركبات وعدم قيادة الدراجات النارية بدون خوذة. وفي رسالته لمتسابق الدراجات أوضح بأن السير بالتوازي وبسرعة فائقة يقلق الطرق ويعرض للحوادث، وعليه يجب السير في الخط المسموح به والقيام بمدربيهم بتوجيههم ومتابعتهم. عقد رئيس الاتحاد الوطني للشباب والطلبة فرع الإقليم الجنوبي السيد جرماي قبرو سيمينارا لطلاب المرحلة الثانوية في مدينة عد قيح. أوضح في السيمينار الذي حضره أكثر من 2000 طالب يوم 22 من أكتوبر بأن على الطلاب التحلي بالقيم السمحة وتجنب تعاطي المكيفات الضارة واستشراف المستقبل الوضاء. وقال مسؤول التعليم في المديرية الأستاذ بيانيت أسفاي أن المجتمع ينتظر من الطالب أن يكون متفوقا وأنموذجا بالأخلاق، مناديا الطلاب بضرورة بذل الجهد لإكمال التعليم باهتمام. من جانبه دعا المدير التنفيذي في إدارة مديرية عد قيح السيد كيروس قبر مريم إلى العمل إلى جانب التوعية في تقوية التنظيم. عقدت إدارة التعليم في مديرية صارونا لقاء بين أولياء الأمور والمدارس لإزالة معوقات العملية التعليمية وتحسين كفاءة التعليم. وأوضح مسؤول مكتب تعليم المديرية الأستاذ سليمان محمد أن الأسباب الرئيسية لانخفاض نتائج التعليم هي إهمال الطلاب وتدني إشراف الوالدين وانخفاض اهتمام المعلمين، مشيدا بالدعم الشعبي لسد نواقص المدارس. وذكر ممثل مديرية صارونا سيد هايلة منقشة توسع المؤسسات التعليمية في المديرية، داعيا المواطنين لإرسال أبنائهم إلى المدارس ومتابعتهم عن كثب. واقترح المشاركون تنظيم دورات تدريبية لتحسين قدرات المعلمين وخلق الفرص التعليمية للشباب الذين هم خارج المدرسة لأسباب مختلفة. دعا قائد مركز الشرطة الثاني في الإقليم الأوسط السيد تسفال الدت في السهية في الاجتماع الذي عقده بمديرية بشاول يوم 23 من أكتوبر، دعا المواطنين على توخي الحذر في التعامل مع ممتلكاتهم والحفاظ عليها. أوضح تسجيل 300 جريمة و467 مخالفة في المركز وتغريم أكثر من 700 مركبة وأكثر من 1000 دراجة هوائية لمخالفة أصحابها القانون في الأشهر التسع الماضية. وأشار إلى تسليم 570 من الممتلكات المختلفة والأموال إلى مركز الشرطة في هذه الفترة، مما يدل على القيم الحميدة لمجتمعنا. ودعا قائد المركز الثاني للشرطة كافة شرائح المجتمع إلى معرفة القوانين والابتعاد عن الجريمة، لأن الجهل بالقانون لا يعفيه معنى المساءلة. من جانبها دعت مديرية بشاول السيدة سارة تسفى ميكائيل دعت السكان إلى تقديم معلومات آلية للشرطة عن الجرائم المرتكبة في مناطقهم وزيادة تعاونهم مع أفراد الشرطة. وأوصى المشاركون بضرورة المتابعة اللصيقة للأبناء القُصّر من قبل الآباء وفرض عقوبات أشد على الجنات. مشاهدينا الأفاضل، كانت هذه الأخبار الداخلية. فاصل قصير ونوافيكم بالأخبار العالمية، ابقوا معنا. مرحبا بكم على الصيد العالمي. أعلن الجيش الإسرائيلي عن تنفيذ ضربات جوية استهدفت مواقع عسكرية في إيران ردا على هجوم صاروخي إيراني وقع في الأول من أكتوبر.
في المقابل أعلن الجيش الإيراني مقتل عسكريين 2 في الهجوم وفق إعلام محلي. وذكرت وكالة تسنيم المقربة من الحرس الثوري أن الجيش الإيراني أفاد بمقتل عسكريين 2 في الهجوم الإسرائيلي، ولفت البيان إلى أنه سيتم إعلان المزيد من المعلومات قريبا بشأن الهجوم الإسرائيلي على إيران. وأفاد التلفزيون الإيراني الرسمي بوقوع انفجارات قوية في طهران، بينما أكدت مصادر إيرانية أن طهران تحتفظ بحق الرد، مشيرة إلى أن إسرائيل ستواجه بلا شك ردا متناسبا على أي تصعيد. وأشار الجيش الإسرائيلي استعداده التام على الصعيدين الهجومي والدفاعي، مشيرا إلى أن هذه الضربات الجوية عززت حرية تحركه في الأجواء الإيرانية، وأنه يواصل تقييم الأوضاع دون إجراء تغييرات على تعليمات الجبهة الداخلية. حذرت مدير صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا من أن الاقتصاد العالمي بات يواجه خطر الوقوع في مسار نمو اقتصادي منخفض وارتفاع في الديون، مما يضع الحكومات أمام تحديات كبيرة تتعلق بتوفير الموارد اللازمة لتحسين فرص شعوبها ومواجهة التغيرات المناخية وغيرها من التحديات. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته جورجيفا في إطار الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن. وأكدت أن هذه الظروف تزيد حالة عدم الرضا لدى الشعوب حول العالم. وفي سياق حديثها أضافت أن الاقتصادات قد تكون جيدة، لكن الشعوب لا تزال تعاني من ارتفاع الأسعار والنمو العالمي الضعيف. ووفقا لتوقعات صندوق النقد الدولي التي صدرت، فإن نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي سينخفض تدريجيا بحلول عام 2029 ليصل إلى 3.1% من 3.2% هذا العام، وهو أقل بكثير من المتوسط المسجل خلال الفترة من عامي 2019 و2020 والبالغ 3.8%، وذلك مع تراجع قوة الاقتصاد الأمريكي. قال مسؤولون عسكريون أن نحو 24 مقاتلا مسلحا من حركة طالبان الباكستانية هاجموا نقطة تفتيش عسكرية في دير إسماعيل خان، المنطقة القريبة من الحدود الأفغانية، وقتلوا 10 جنود باكستانيين. وأعلنت حركة طالبان الباكستانية مسؤوليتها عن الهجوم ردا على غارة عسكرية شنتها قوات الأمن الباكستانية على مخبأ للمسلحين في اليوم السابق، أسفرت عن مقتل أكثر من 10 مسلحين من بينهم قيادي بارز في طالبان الباكستانية. ولقي أفراد الأمن حتفهم بعد تبادل كثيف لإطلاق النار بين المسلحين والقوات العسكرية. وقال مسؤولون أن المسلحين فروا من مكان الحادث بعد ذلك حاملين معهم قتلاهم وجرحاهم. وتواصل قوات الأمن الباكستانية تنفيذ عمليات استخباراتية في هذه المدن والمناطق القريبة من الحدود الأفغانية. في الخبر الأخير، ابتعدت العاصفة الاستوائية ترامي عن شمال غرب الفلبين، مسفرة عن مقتل أكثر من 80 شخصا على الأقل في انهيارات أرضية وفيضانات واسعة النطاق أجبرت السلطات على الإسراع للحصول على المزيد من قوارب الإنقاذ لإنقاذ الآلاف من الناس المذعورين الذين حوصر بعضهم على أسطح منازلهم. وقال قائد شرطة الإقليمي في الفلبين الجمعة أن معظم الأشخاص لقوا حتفهم، معظمهم في انهيارات أرضية سببها إحصار ترامي في مقاطعة باتانغاس جنوب العاصمة مانيلا. وبذلك ارتفع إجمالي عدد القتلى بسبب العاصفة إلى 65 على الأقل. ومع ذلك قالت وكالة الإرصاد الجوي الفلبينية أنه من المحتمل أن تجبر الرياح ذات الضغط العالي وعوامل الطقس الأخرى في بحر الصين الجنوبي تجبر العاصفة على العودة باتجاه الفلبين. في نهاية النشر لكم تذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين. مستشفى أوروتا الوطني يجري عمليات القلب للأطفال. عقد منتدى تعليمي في مديرية قلب. ازدياد الحوادث المرورية في البلاد. إيران تعلن مقتل جنديين في هجوم إسرائيلي على أراضيها. صندوق النقد الدولي يحذر من خطر تراجع النمو العالمي وارتفاع الديون. وزارة الدفاع الباكستانية تعلن مقتل 10 جنود في هجوم انتقامي لحركة طالبان. مشاهدينا الأفاضل، بهذا نكون وصلنا بكم إلى نهاية النشرة. شكرا على حسن المتابعة، دمتم بألف خير.